السلام عليكم، مرحبا بكم على فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد البطاطا في الفران بالزعتر وبلا شابلور. كتجي زوينه بزاف، كتجي مقرمشه وفي نفس الوقت طريه من الداخل. الطريقه ديالها سهله. غادي ناخذ عندي هنا واحد تقريبا 4 ديال البطاطاس متوسطين اللي شديتهم وقطعتهم يعني غلط من الفريت. كديروا الطريفات كبارين هكا نتوما كما شفتوا يعني الحجم ديالهم، وغنديرهم في واحد الماء وغادي نخليهم يتسلقوا نص سلقه، يعني ما غاديش يتسلقوا بزاف. يلا كطلع فيهم ديك الغليه شي شويه صافي، وكتزولوهم كتصفيهم في واحد الصفايه. بالنسبه للعطريه اللي غادي نحتاج، عندي هنايا شويه ديال الثومه اللي حكيتها، شويه ديال الفلفل الاسود يعني البزار، شويه ديال الفلفل الاحمر، عندي هنايا تقريبا واحد نص معلقه ديال الزعتر محكوك، وعندي شويه ديال الملحه. المهم العطريه كتبقى على حسب الذوق ديالكم، ديروا نتوما المهم الكميه اللي بغيتو. عندي هنا 2 معالق ديال الزيت، يمكن لكم تستبدلوا معلقه واحده منهم بالزبده دايبه، يعني غديروا معلقه زيت معلقه زبده. انا درتهم 2 ديال الزيت. دابا غادي ناخذ الزيت غادي نضيفو على هاد العطريه هادي، وغادي نحرك هاد العطريه هادي مزيان باش هذيك التحميره ما تكركبش. دابا كما شفتوا البطاطا بعد ما كتسلق يعني واحد نص سلقه كتسقطروها مزيان في واحد الشبيكه حتى كتنشف من الماء، وكتضيفوا عليها هاد العطريه هذه اللي معاها الزيت وتخلطوها. وفي هذا الوقت يكون الفران كيسخن على 180 درجه، ضروري خصو يسخن مزيان باش ملي كطيبوا البطاطا ديالكم يعني كتجي مقرمشه وما كتيبش معاكم، يعني كتجي طريه يعني ما كتعطلش في الفران دغيا كطيب. صافي غادي نبدا نحرك هاد البطاطا هادي مع هاد العطريه هادي كامله حتى كنلبس مزيان هاد الطريفات. ناخذ واحد شويه ديال لا شابلور. هاد لا شابلور هادي راني انا مصوباها لكم، ملي كنت كنصوبها راني صورتها، غنخلي لكم التصوير ديالها في الاخر ديال الفيديو بطريقه سهله وبسيطه، ويعني حاجه ديال الدار كتعرفوا راسكم شنو كديروا. فغادي ناخذ كل حبه ديال البطاطا نلبسها بهاد لا شابلور ونحطها في واحد لاطا اللي مفرشه ببابي كويسون كما قلت لكم، الفران يكون كيسخن. كما شفتوا البنات كل حبه ديال البطاطا كتلبسوها بديك لا شابلور وكتحطوها يعني منفرده على الاخرى، كتبعدوهم شويه باش يعني ياخذوا القرمشه ديالهم. وندخلوا دابا يطيبوا على 180 درجه، الفران شاعل من الفوق ومن التحت ويكون سخون باش يعني يتقرملوا مزيان. ورجع معكم شفتوا هنا راه تحمروا وطابوا، كتقلبوا شي وحده فيهم كتلقاوها صافي يعني دات البطاطا صافي هرات، صافي كتحبسوا عليها. دابا غادي نديرها في طبق التقديم وعاد غنرش عليها شويه ديال الجبن. هنا كنصفهم طبق التقديم وكنرشهم بالجبن ونردهم للفران حيت كيكون باقي سخون صافي، وكنقدموهم ونشوفكم ان شاء الله في طبق التقديم. فوالا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال هاد البطاطا ديالنا. كما شفتوا كتجي زوينه بزاف وكتجي ناشفه من الداخل، وحتى القرمشه ديال لا شابلور اللي كنديروا كتجي فيها زوينه. بالنسبه لا شابلور غادي تشوفوها يعني غتشوفوها غير من مور هاد الطبق هذا لانه وجدتها لكم بوحدها. اللي بغى يصاوبها منزليه يعني يتبع هذيك المرحله اللي وريتكم، راه ساهله بزاف يعني ما فيهاش شي حاجه صعيبه. بالنسبه لا شابلور عندي هنا واحد الخبزه متوسطه خديتها وقطعتها هكا طريفات وكنديرها في واحد اللاطه مفرشه بالبابي كويسون، وغادي نديرها في الفران. ولكن الفران بشرط خصو يكون بارد، يعني غادي ندخلها الفران يكون باقي بارد. علاش؟ باش حتى داك الوسط حتى هو يعني يتحمر، يعني ماشي تحمر غير الوجه يعني من التحت ومن الفوق ويبقى لداخل طري، وفاش كطحنوها دغيا كتغمر معكم ديك لا شابلور. دونك غادي ديروها في الفران بارد باش يعني تاخذ ديك التقرميله على خاطرها. فاش غادي تحمر غادي نرجع معكم باش نطحنوها. ولا البنات كما شفتوا هنا من بعد ما كيتحمر وكتحسوا به حتى من الوسط راه كيجي محمر، يعني كيطيب من الداخل ومن الجناب. دابا غادي نخليه غير يدفى شي شويه وغادي نطحنوه في الخلاط الكهربائي. صافي هنا كما شفتوا درتو في الخلاط الكهربائي وغادي نرشو شويه بالفلفل الحار، ولا بغيتو شي شويه ديال الزعتر حتى هو، ومتنسين نسمو بالزعتر ولا بالفلفل الحار اللي عندكم، اي يعني اعشاب كتعجبكم ديروها معاه. دابا غادي نطحنو مزيان حتى يعني تطحن مزيان ما يبقاوش فيه شي حاجه هكا اللي غليظه ونرجع معكم.
فوالا البنات، هنا بعد ما كنطحنوا الخبز اليابس ديالنا هانتوما شفتوا كيفاش كيجي. وبالنسبه لا ما عندكمش الاله كطحن مزيان، فاش تساليو الطحين ديالكم غادي تاخذوا واحد الشبيكه يكونوا المهم اللي كتغربلوا بها، وتدوزوه في داك الغربال باش يجيكم مساوي، يعني ما يجيش شي حبات يبقاو لكم هكا ديال ما مطحونينش وشي حاجه مطحونه. من الافضل دوزوه في الغربال. انا ما دوزتو ما والو حيت الاله عندي تطحن مزيان. هانتوما شفتوه. المهم بالنسبه للتنسيم كما قلت لكم نسمو باش ما بغيتو. والخبز اكيد يكون ديال يومين، يعني ما يكونش طايل بزاف. بزاف الاخوات ما تيبغيوش يشريو هاد لاشابلور من برا، لان ما كتعرفش داك الخبز واش تيكون قديم ولا غامل ولا هذا، وكيبيعوه في البلاستيكات، يعني ما كيصلحش. هذا الا بغيتو تحتفظوا به غديروه في واحد العلبه ديال الزاج وتخليوه فوقاش ما بغيتو غادي تحتاجوه غادي تجبدوه، يعني كيبقى زوين والتنسيمه ديالو كتبقى فيه مجهده، واخا كيدوم معاكم كيبقى مزيان. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. بسلام عليكم.